النهاردة هعمل لكم أحلى كوباية حمص الشام تاكليها في البيت. الجو ده محتاج كوباية زي دي نشربها في عز البرد ده. أنا هنا كنت بقدمها عادي جدا، في طريقة تانية للتقديم هقول لكم عليها في آخر الفيديو. أول حاجة أنا عملت كوبايتين حمص، الكوبايتين هيتضاعف حجمهم معايا جدا على فكرة. هنقعهم لمدة 6 ساعات، بس أهم حاجة حطي مية مغلية. هقلب طبعا الحمص وهسيبه على جنب خالص، وكل شوية هبتدي ان انا ابص عليه. اقل حاجة هننقعه 6 ساعات، بعد 6 ساعات تضاعف حجمه معايا وبقى بالشكل ده. هبتدي ان انا ارمي المية دي وهحط له مية جديدة خالص. هنا كنت حطيته ياخد اول غلوة بدون اي حاجة خالص، حطيته ياخد اول غلوة وهشيل بقى الريم اللي على الوش ده كله، وبعد كده هنزل بالخضار اللي هحطه عليه. انا ما بحطش الخضار صحيح، انا بحب ان انا احط الخضار يكون مضروب في الخلاط. هنا كان خد معايا غلوة كويسة جدا. هبتدي ان انا اقطع 3 حبات من الطماطم، وعليهم بصلاية، وعليهم 4 فصوص من الثوم. انا بحب اضربهم في الخلاط، محطهمش كده صحاح مع الحمص الشام، لا، اضربيهم بتبقى افضل كتير، طعمهم بيبقى معاكي حتى وانت بتشربي. وهحط عليهم كوباية مية ساقعة. هبتدي ان انا اضربهم كويس جدا، وبعد كده هصفيهم وانا بحطهم على الحمص على النار. في ناس بتحب تحط الطماطم كده والثوم والبصل، لا، انا بفضل يعني احسن الطريقة دي. هبتدي ان انا يعني اصفيهم كويس جدا، وهسيبهم بقى مع بعض يغلوا غلوة كمان كويسة قوي. توابل الحمص عامة بتبقى كمون وملح، انا ما بحطش اي حاجة تانية عليه. وطبعا الليمون بيتحط معاه، وممكن يتحط كمان مع التقديم. وهنا انا حطيت معلقه صلصه جاهزه عشان خاطر الطماطم عندي ما كانتش حمرا قوي. لو الطماطم عندك حمرا خلاص ما تحطيش صلصه. حطيت معلقه كبيره من الكمون، وبحط الملح في الاخر، وممكن نحطه في الاول على فكره، ما بيفرقش كتير. بشيل اي زيادات على الوش عشان يبقى في الاخر الحمص مظبوط معاكي يعني. بصي بقى لونه وقوامه كده يعني، غير اما تحطي الحاجه صحيحه عليه. كل فترة ابتدي ان انتي شوفي الحمص وصل لايه في السوا، يعني انتي كل فترة افتحي قلبي وشوفي الحمص وصل لايه في السوا، عشان ما يتهريش منك على النار برضو، لان كل حمص وليه سواه. هنا طبعا انا هحط الملح، وبرضو يعني انا قلتلك الملح ممكن تحطيه في الاول عادي خالص. وهنا انا عصرت نص ليمونة. في ناس بتحب الليمون كتير، برضو ممكن تحط في التقديم عادي خالص. الحمص عامة بيحب الليمون وبيحب الكمون، فعادي خالص. انا هنا خلاص كان الحمص بتاعي استوى. في بقى تكة تاني انا بعملها لما بكون عاملة حمص الشام، بسلق شوية مكرونة كده صغيرة وبحط عليها حمص الشام. دي وجبة متكاملة، يعني وجبة دي متكاملة، وحطي عليهم بقى شوية شطة ودوقيه بالطريقة دي. وهستنى ان انتوا تجربوه بالطريقة دي وتقولوا لي رأيكم في الكومنتات. وان شاء الله هعمل لكم حاجات دافية كتير الفترة الجاية، واشوفكم تاني على خير في فيديو قريب، وباي باي.